السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير ان شاء الله. النهاردة انا بعمل صينية بطاطس جديدة، ما دي بعيدة عن التقليدية اللي احنا عارفينها خالص. ديت صينية بطاطس تعتبر كلها ني في ني بدون طماطم معصورة. برص البطاطس كده زي ما انتم شايفين كده في الصينية، وبكون مقطعه لها بصل. البصل بتاعها بكون مقطعاه تخين شوية، مش رفيع، دواير تخينة كبيرة اهوت زي ما هو باين قدامكم كده. بيدي طعم جميل قوي للبطاطس وبيبقى محلي، لما تعملوه تخين كده بيبقى محلي. انا بدعكه دلوقتي بملح وفلفل وبهارات، وابتدي ارصه برضو على صينية البطاطس. بصوا انا بوريكم تخنه قد ايه اهوت، مش زي صينية البطاطس العادية اللي بنعملها. بدعكه كويس جدا بالملح والفلفل والبهارات كده، وبحط معاهم كمان حبة سكر. البصل بتخلي البصل في منتهى الجمال، وبفرش البصل كده على البطاطس. وبكون مقطعة طماطم طرنشات برضو تخينة مش رفيعة. ابتدي ارص بقية البطاطس كده على وش الصينية لغاية ما اخلصها كلها. اهيت كلها اترصت، وابتدي ارص طرنشات الطماطم ديت على وش البطاطس. وبعمل فيه كمان قرن فلفل سواء حامي بقى او بارد، ده حسب احتياج كل واحد. في ناس بتحب الحراق وفي ناس بتحب البارد. وبعمل 5 فصوص توم وريتها لكم اهيت في ايديا، بخرطها تخريط عادي جدا على وش الصينية كده قبل ما احط الطماطم هي والفلفل. ادي اخر فص اهوت بخرطه. الفلفل بيعمل لها ريحة جميلة برضو، والثوم بيدي ريحة جميلة برضو لصينية البطاطس دي. ببتدي ارص طرنشات الطماطم بوزعها على الصينية كلها، ولا بقى فيه صلصة ولا فيه طماطم معصورة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. دي بيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، وبتبقى خفيفة جدا في الهضم، وسهلة في الصيف دوت اللي هو كله حر ومنبقاش قادرين ناكل حاجة فيه تقيلة. بتتهضم بمنتهى السرعة الحمد لله، وبتبقى خفيفة كده في أكلها، وشيك في منظرها جدا لو عملتيها حتى على سفرتك في أي وقت. هي الطماطم كلها برصها كده على الوش، بملى الصينية بيها. هي كده كده القوطة دي هتسرد المية اللي فيها، والبصل برضو بينزل ميته مع الفلفل. في نفس الوقت انا عندي بقى ايه، عندي فرخة من الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض في قبل العيد. انا بحط معلقتين كده، معلقتين ونص زبدة على الوش. ادي الفرخة اهيت، فرغتها من كيسها وبفرغ فوقها تتبيلتها اهيت. هي هتستوي على وش الصينية، بس بحط الشبكة، الفرخة تبقى بعيدة عن البطاطس، بتنزل كل اللي فيها على البطاطس ديت، بتديها طعم جميل جدا منها. دي الفرخة تتشوى من فوق، وفي نفس الوقت البطاطس تكون استوت تحت، وبتبقى واخدة طعم الفراخ نفسها واللي نزلته الفراخ كله عليها. بتبقى جميلة جدا، وبتبقى الفراخ شهية جدا وخفيفة هي كمان. بتقعد حوالي ساعتين في الفرن على ما الفرخة ديت بتحمر، بتكون البطاطس تحت استوت تماما. اهيت انا كنت مولعه لها الفرن اهي، هي وهي جوه الفرن اهي بدأت تحمر.
وادي الصينية بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، بتبتدي هي تستوي مع بعضها كده وبيبقى طعمها جميل جدا. ادي الفرخة اهيت بوريها لكم، بصوا لونها جميل ازاي، وبتطلع لونها ذهبي وجميل جدا، وكل ما فيها من دسم نزل على صينية البطاطس ديت. بتديها طعم خرافة بصراحة، جميلة، طعمها جميل جدا، والبطاطس وشها كده بيبقى محمر وجميل، وبتبقى تحفة. وبالهنا والشفا. يا رب يكون عجبكم الفيديو دوت.